في الفيديو ده هستعرض لكم قصص لمشاهير استغلوا طيبة الناس علشان يكسبوا من وراهم فلوس وضحك عليهم بأسوأ الطرق اللي ممكن تتخيلوها. سكيتشيك كان بيعمل استريم على طول ونزل في قناته أكتر من 80 فيديو، بس في فيديو من دول هو اللي لفت الأنظار، وكان بيعلن في الفيديو ده عن حاجة زعلت كتير من المتابعين، وقال إن هو كان بيعاني لفترة طويلة بسبب مرضه، وكمان مفيش وقت قدامه على حسب الكلام اللي قاله الطبيب. Hey, I'm the guy that runs this channel. Most of you probably know me as Sketchik. Straightforward and honest as I can with you guys for once. Truth is, I've been very sick and very busy for the past few months, spending every day either bedridden or going in and out of the hospital with no time to play TF2 or make videos or anything like that. I don't want to reveal too much information about my illness, but the doctors are saying that I probably don't have a lot of time left. My chances of recovery are looking low, to say the least. في ناس كتيرة تعاطفت معاه، وكمان في ناس كتيرة اتأثرت بسبب قصته، بس على الجانب التاني كان في ناس مش مصدقة القصة وقالوا إن المفروض إن هو طالما عنده مرض خطير زي ده هيبعد عن السوشيال ميديا ومش هينزل تاني فيديوهات. بس العكس اللي كان بيحصل، إن هو بدأ ينزل فيديوهات باستمرار وكمان فيديوهات على غير المعتاد. لكن مش ده السبب الوحيد اللي الناس كانت بتكدبه علشان، لأن علامة الدعم المادي ظهرت على القناة وده يعتبر شيء جديد عليه، فناس قالوا إن المرض ده عبارة إن هو بيستعطف الناس علشان يدوله فلوس، بس ما عدتش فترة طويلة وبينزل فيديو تاني. This is it, folk. This is how it ends. I'm very ill. My health is gradually deteriorating and the clock is ticking, so to speak. I simply cannot afford to spend any more time than I already have maintaining the channel. This is my absolute final video to say goodbye before I stop using this account. So feel free to unsubscribe if you haven't already. There will be no more videos coming from this channel. Farewell. وبعد ما الفيديو ما نزل وقف تنزيله وما بقاش ينزل أي فيديوهات، واللعبة اللي كان بيلعبها ما بقتش فيها أي إحصائيات، يعني بيبين إن الحساب ده مفيش أي حد بيستخدمه، وده طبعا كان غير المعتاد. في ناس قالوا إن هو خلاص اتوفى، والمتابعين بدأوا إن هم يحزنوا عليه وقالوا إن إحنا كنا ظالمينه. من كتر حزنهم عليه طلبوا الشركة إن هي تنزل سكن في اللعبة باسمه تخليدا ليه، واللعبة وافقت ونزلت كمان السكن، ولحد هنا الناس كلها بقت مصدقة إن خلاص سكتش مات. بس في سنة 2017 واحد بينزل على ريدت وبيقول هو ايه اللي حصل له، فواحد راح معلق وقال له ان الحقيبة اللي كانت في اللعبة اتغير فيها شيء، وده طبعا ما ينفعش لان الحساب يعتبر مقفول. وقال ان في واحد اسمه ويل اتبعت له حاجات من الحساب بتاعه، فناس قالوا ان ده ممكن يكون هاكر، فاختلف الكلام بين مؤيد ومعارض، بس ما كانش فيه دليل مع اي حد. ده حتى في ناس حاولت تتواصل معاه بس ما كانش فيه اي رد بيجي. فهنا الناس بدأت تسيبها الحيرة، لان الفيديوهات اللي كان مصورها على قناته اختفت، ولو حسابه في اللعبة بيتلعب فيه طب قناته وصلوا لها ازاي؟ في ناس قالوا ان هو ممكن يكون هاكر او واحد من عيلته هو اللي بيعمل كده. في 2019 واحد راح منزل فيديو وبيقول ان هو لسه عايش، وده علشان اكتشف ان نفس الحساب بتاعه بنفس الاسم بيلعب معاه في قلب الجيم، وكان هو من التوب في عدد القتلات، وده طبعا ما ينفعش. بس بعدها فترة قليلة سكتش راح منزل تويتر وكتب فيها خليتك تستنى، وبعدها راح منزل فيديو على قناته الرئيسية، وده الفيديو اللي المفروض يوضح فيه كل شيء. Hey, it's me, Sketchik. About 3 years ago, I announced that I had contracted a non-specific terminal illness. I want everyone to know that was a lie. It's a sick joke. It's a ruse. I was never ill, not even a little bit. والناس بتتقبل القصة بتاعته عادي وبتعديها، وخصوصا اللي عدى عليه أكتر من 3 سنين، بس ده ما يجيش 1% من القصة التانية. الشخص ده عمل حاجة انت مش هتتخيلها في حياتك، وبعدها حاول يعتذر للناس بس محدش اتقبله. زيريان كان ستريمر على تويتش، والناس اللي كانت بتدعمه كانت عالية جدا، والسبب ان هو بيعاني من شلل نصفي. وبعد ما بدأ يتعرف كستريمر بدأ يحكي قصته، وقال ان هو كان مشلول من سنة 2011 بسبب حادثة عربية، وبعدها بفترة في هاكر هكر حسابه. بس الغريب ان الهاكر ما كانش بيعمل حاجة غير ان هو بينشر حاجات بتسيء اليه، ودايما كان بيحاول يقول للناس ان ده شخص نصاب ومحتال. والناس اللي كانت بتدعمه اعتبروا الهاكر ده واحد مريض نفسي ومحدش اداله الأهمية. بس بعد ما عرفوا الحقيقة المتابعين كلهم اتصدموا، لأنه في بث من البثوث اللي كان بيعرضها نسي الكاميرا شغالة وقام ومشي وحقيقته بانت. وعلى البث ده كانت موجودة حبيبته واللي حاولت إن هي تداري عليه بس معرفتش. المتابعين كانوا أذكى من كده بكتير. Yeah, Mongol had to go
It's easily outgeared. Our dog, oh my god, we took our dog, like to the fish shop. فالمتابعين اتواصلوا معاه علشان يرجع الدعم اللي كان بياخده منهم، فرد عليهم وبيقول لهم أنا أصلا ما قمتش ولا مشيت، وبدأ ينكر اللي حصل على البث، وقال إن هو كان بيحاول يقوم يقف، وأول ما قام وقع على طول، بس ناس اللي حوض السمك اللي وراه كان عاكس المنظر، وكان بيوضح إن هو بعد ما قام مشي كمل عادي ولا وقع ولا أي حاجة. والهاكر راح منزل منشور وكان فرحان فيه جدا، وقال له يا ريت تستخدم رجليك دي في إنك تدور على شغل، وأحب أعرفك بنفسي فأنا ابنه. وده كان شخص ستريمر كان بيلعب معاه زمان، بس لما عرف إن اللي بيعمله في الناس قرر إن هو يوقف ويفضحه. بس بعد ما عرفوا كده تويتش راحت حذفة كل حساباته، وقالت إن هي بتعوض كل الناس اللي دعموه. كل اللي عدى ده عادي، لكن قصة إميريد هي اللي مختلفة تماما، لأن هي قالت إن هي بتعاني في متلازمة تورنت، والمتلازمة دي بتخلي الشخص يعمل حاجات غير إرادية، والمتلازمة دي كانت معاها وهي عندها 6 سنين، وفضلت الباقي من عمرها بتعاني من المتلازمة دي. والمتلازمة دي بتخلي الشخص يعمل حركات متكررة ويطلع حاجات هو مش عايز يعملها، وبيطلع كمان أصوات غريبة، وممكن بتوصل بيه للإساءة للي قدامه من غير ما يقصد. I want to talk. Wow. فعملت حساب على تيك توك علشان توعي الناس، وكمان يتضامنوا معاها، وإن هي تدعم الناس اللي عندهم نفس المتلازمة. وفي فترة قليلة الحساب بتاعها بقى مشهور جدا، ووصلت لأكتر من 500 ألف متابع. فالناس لاحظوا إن هي بتعرض على المنتجات بتاعتها أكتر ما هي بتتكلم عن الحالة اللي هي فيها. والناس اللي عندهم نفس المتلازمة لاحظوا في كلامها إن هي بتعمل حاجات كأنها عايزة تبين اللي هي عندها المتلازمة، لكن مش بتطلع بتلقائية. والغريب المتابعين لما دخلوا على الصفحة اللي هي بتروج لها اكتشفوا إن في فيديو ليها مدته ساعة وما كانتش بتعمل فيه أي شيء من المتلازمة، إنما للفيديوهات اللي كانت بتنزلها على التيك توك باستمرار كانت ما بتطلعش جملة واحدة غير لما بتعمل المتلازمة. فقالت إن هي هتثبت إن هي عندها المتلازمة، وراحت للمستشفى وجابت منهم اللي هي مصابة بالمتلازمة. بس الغريب الورقة اللي قدمتها مش موجود فيها اللوجو بتاع المستشفى، وكان في حاجات ناقصة كتير في الورقة اللي قدمتها. فالمتابعين اتواصلوا مع تيك توك علشان يحذفوا حسابها، وتيك توك بالفعل راحوا حذفوا حسابها. ولهنا يكون وصلنا نهاية الفيديو. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تشتركوا في القناة، ودي فيديوهات تانية أنا برشحها لكم، ولو في فيديوهات تانية عايزين نعملها يا ريت تقولوا لي عليها. وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وسلامات.